ايه الفرق بين البايك الهورنت او الستريت بايك او النيكد بايك والريسنج؟ الريسنج بيكون صعب في الحركه جوه البلد، وكمان سخونه المحرك بتطلع عليك، فعشان كده دايما بنقول ما يفضلش ان انت تسوق بايك ريسنج جوه المدينه، عشان كده بنتجه لايه؟ للهورنت. في ناس ما بتحبش شكله قوي، بس هو كبرفورمانس وكموتوسيكل اعتمادي ان انت تخرج بيه جوه البلد، هو عايز اقول لكم ناجح جدا. انا واحد من الناس ما بحبوش قوي، بس في نفس الوقت هو جوه البلد هو حاجه كويسه جدا. لكن هتقول لي على مسافات طويله الديسك بتاعك هنا هيوجعك والهواء هيبهدلك. ده كده وجهه نظري، لولا اختلاف الاراء لفسدت ايه؟ السلعه. النهارده معانا بي بي كينج واحنا هنا في معرض الريان. لو عايز تعرف مواصفات البي بي كينج موديل 2008 تابع معايا في الريفيو. بس قبل ما ابدا الريفيو معاكم حابب بس اقول لكم حاجه ثانيه ومش عايز اطول عليكم. شباب، بالنسبه للموديلات الجديده اللي نزلت في الاسكوترات والموتوسيكلات الصيني كتير، لو سمحتوا ما تشتريش حاجه غير لما تتاكد 100% ان قطع غيارها متوفره، عشان الناس ما تقولش ان انت بتطلع تشكر في الحاجه. انا ما بشكرش في الحاجه، انا بشكر لك في الكواليتي اللي قدامي. اما بالنسبه لقطع الغيار يا عم، انا اقول لك على حاجه، ما تصدقش اي معرض. حضرتك ممكن سواء من اي محافظه حضرتك تروح اي مكان يكون بتاع قطع غيار موتوسيكلات وتبتدي تسال على قطعه الغيار بتاعه الموتوسيكل او السكوتر، بتاعه الموتوسيكل او السكوتر اللي انت عايز تشتريه، واعتبر ان هو معاك، ولا قدر الله حصل حاجه فيه فرايح تسال على اي حاجه، على كربراتير، على جهاز الانجكشن بتاعه، على اي حاجه، فايبر، فرده، جنط، اسال. لقيت اتكل على الله، اتوكل على الله وجيب. ده كده كانت معلومه على السريع، واحنا زي ما اتفقنا انا اساسا يعني عامل التشانل عشان اتمنى ان اكون بفيدكم حتى ولا والله لو 1%. ربنا يحفظكم جميعا. ومعلومه تانية سريعه برضو، اسف طولت عليك انا عارف، لو سمحتوا احنا دلوقتي في الشتاء فنسوق بالراحه وبالعقل، بلاش نميل في الميه. انا بكلم الشباب الصغير اللي ما عندهاش وعي في النقطه دي، عشان صدقوني والله الوقعه بفوره. فيفضل لو الدنيا بتشتي، اليوم اللي بتشتي فيه احنا مش عايشين في الاسكيمو يعني، لو اليوم النهارده بيشتي كنسل الموتوسيكل او السكوتر النهارده. وربنا طبعا يحفظ الناس اللي شغاله طلبات واوبر وايا كان اللي شغال بمجاله عن طريق الموتوسيكل او السكوتر، وربنا يحفظكم. ويلا بينا بقى نشوف ايه قصه الجي اس ار 2008 600 سي. بي بي كينج بقى دي شركه سوزوكي. هو اساسا الموتوسيكل ما اسموش بي بي كينج، اسمه جي اس ار 600 عشان نبقى متفقين. هو في خلط بس في الامور، الناس طلعت على اللايك ده الاسم ده، لكن انت لو سرشت اونلاين هتلاقي ان هو اسمه جي اس ار 600. الحاله اللي قدامي من الحالات النادره، انا شايف ان البايك نضيف جدا تمام، وزي ما اتفقنا قبل كده انا ماليش دعوه بالمعارض، انا ما باخدش منهم فلوس، انا ببص على الحاله اللي قدامي. والله لو هي حلوه هصور عليها، مش حلوه والله ما بصورش عليها. تعديلات سريعا، هنا انت عندك بلاطه الشحن، عندك الانجن جارد، كمان علبه زيت الفاكيوم اللي انتم شايفينها دي. العداد عندك هاف ديجيتال مع هاف انالوج، اللي هو الابره يعني. ما بتلاقيش كتير موضوع العدادات الديجيتال في البايكات الموديلات اللي احنا بنتكلم فيها دي، بس النهارده هو منزلها لك في البيبي كينج او الجي اس ار 600. عايز تستخدم حاجه استخدام يومي، واحنا بنتكلم مالناش دعوه بكوست البنزين ولا السيرفيس، عشان النهارده احنا بنتكلم في رقم السيرفيس داخل مثلا لو اتكلمنا في الزيت حوالي 2000 جنيه، غير بقى الفلاتر، غير هتلاقي فيه كوست كبير. انا بكلمك على الاستخدام الموتوسيكل نفسه. اول حاجه معانا تعديل الانجن جارد زي ما انتم شايفين، ودي حاجه كويسه عشان يحافظ على البايك لو لا قدر الله وقع. وتاني حاجه معانا تعديل بلاطه الشحن هنا برضو معدله. تالت حاجه تعديل عندك بقى هنا علبه زيت الباكن برضو معدله. اما بالنسبه للتوب سبيد هنا بنتكلم ما يتراوح ما بين ال 225 235 اب تو كمان ل 240، طبعا حسب العوامل الجويه والارض والجو الاجواء اللي انت ماشي فيها تختلف طبعا مع السرعه، فاحنا بنتكلم هنا من 225 اب تو 240. بالنسبه للتانك عندك هنا، التانك هنا 16 ونص لتر. طب التانك ده يمشينا قد ايه؟ ده سؤال مهم هجاوبك عليه. لو انت قارس قوي على البايك بنتكلم هيمشيك لو قارس 150 كيلو، لكن لو حضرتك ماشي في الحنين وفي المعقول بنتكلم من 270 ل 300، بس ما فيش حد مننا بيمشي بالمعقول. هتقول لي اركب جي اس ار ولا اركب ريسنج؟ لا، هقول لك الجي اس ار. اي بايك نيكد زي ما انتم شايفين كده، سواء الهورنت او البي بي كينج اللي بيطلق عليه بي بي كينج لكن هو اساسا اسمه جي اس ار 600 سي سي، يبقى انا هركب ايه؟ هركب النيكد بايك جوه المدينه. هتطلع تسافر بيه مسافات طويله، صدقني مش هيبقى مريح. الريسنج انت بتنزل تحت السكرين لما بتنام على التانك. طبعا الناس اللي ما تعرفش
انا عارف والله انت بتقول لي يا عم ما انا عارف المعلومه دي، انا عارف ان حضرتك عارف المعلومه دي، بس غيرك ممكن ما يعرفش المعلومه دي، فاحنا بنشرح للشباب الجديد يعني ربنا يحفظهم. فبتنزل تحت السكرين عشان الهواء ما يفضلش ضارب فيك. ده بالنسبه للريسنج. بالنسبه لهنا احنا بنتكلم ان انت ممكن تعتبره ان هو ديلي يوز، ان انت تستخدمه يوميا مفيش اي مشكله خالص، والحراره بتاعته مش زي البايكات الريسنج. طيب النهارده هو نفس المحرك بتاع الريسنج، بس في نفس الوقت هو اقل شويه، باختلاف في ايه؟ هو قلله شويه واعطاك اريحيه بقى مقابل ده، اريحيه في الركوبه، في المناورات. يعني هتقول لي مثلا ازاي؟ يعني انا هشرح لك النقطه دي. يعني انت النهارده في الجي اس ار، لو انت راكب انت النهارده في الزحمه، الحركه بتاعت الجادون اسهل 100 مره من الحاجات الريسنج، زي مثلا الاف 4 اي، الار ار، الار 1، الحاجات بقى كتير بقى. المناوره هنا اسهل بكتير، الحركه بتاعت البايك اسهل بكتير جدا من البايكات الريسنج. بنقول دايما ان البايكات النيكد بايك او الستريت بايك بيبقى يفضل جوه البلد اكتر من ايه الريسنج. طب انا عايز اسمع صوته بقى، عايز اسمع ان دي. ها تيجي نسمع كده ها، بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده. مبدئيا السوزوكي عشان تدور لازم تمسك دبرياج، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو انت عارف المعلومه دي غيرك ما يعرفهاش. سمي الله بقى. صوت الستوك، عايز اقول لكم صوته حلو قوي ومميز جدا جدا من شركه سوزوكي. الاكزوست بينزل بروحين، تمام؟ صوته هادي ناعم. وعايز اقول لكم سوزوكي من اكتر الشركات اللي بشوف ان هو بيصنع لك موتور الصوت اللي طالع صوته ناعم مش خشن. نسمع بقى كده مع بعض. بصوا الهورس باور بتاعه عالي جدا، حاجه ما شاء الله الله اكبر. انت بتتكلم هورس باور هنا حوالي 92، يعني على حسب السايتات اللي انا دخلت عليها بنتكلم 92، في ناس بتقول 90، 95، احنا بنتكلم في الافريج دي. فعايز اقول لك ان السوزوكي مشهور بالكاريزما بتاعته لما بيجي يتحرك في طلعاته بيكون قوي جدا، بحيث ان هو كمان اقوى من هورنت، بس دايما بيبقى فيه متفاوت طبعا حسب الموديل ده والموديل ده والسيرفيس اللي هنا والسيرفيس اللي هنا. الاضاءات هيلوجين، مش ال اي دي. الاشارات في الجنب كده زي ما انتم شايفين. طبعا التبريد ميه، 2 ديسك امامي. لو حبيت بقى ان انت تبص بصه سريعه على البايك ده، او ان انت تتواصل مع المعرض. وعلى فكره المعرض هنا فيه ميزه حلوه قوي انا ما بشوفهاش في معارض ثانيه. المعرض هنا بيوفر لك ان انت لو حابب ان انت تركب ياباني قسط، ودي كانت جديده بالنسبه لي لانج على وداني، هو هنا فاتح لك الاتاحه ان انت ينفع تقسط. معرفش ايه انظمه التقسيط، انت ممكن تتواصل معاهم تحت في صندوق الوصف، هتلاقي اللينك وارقام التليفونات، تقدر تتواصل مع معرض الريان. دي كده كانت معلومه على السريع. بس نصيحه من اخ لاخواته، لو انت حضرتك عايز تقسط اتليست على الاقل ادفع نص المبلغ عشان الفايده ما تبقاش عاليه عليك. يعني ما تفرحش حتى في البايكات والموتوسيكلات الاسكوترات الصيني والحاجات دي اللي يقول لك ايه من غير مقدمه تعالى استلم. يا فرحتي انا النهارده هروح استلم والفايده هتبقى عليا قد كده، هيبقى دافع ثمن الحاجه اللي انا راكبها مرتين. دي حاجه طبعا ما ترضيش ربنا. فدي كده مني معلومه على السريع. بالنسبه للفرده الاماميه 120 70 17، بالنسبه للفرده الخلفيه 180 55 17، زي ما اتفقنا جنود امامي وخلفي 17. بحس كمان ان الدايمنشن بتاع التانك احسن شويه من الهورنت. البايك بيجي لك هنا بنسختين مفتاح، نسختين عاديه مش كمبيوتر، احنا بنتكلم في موديل 2008 مش هنهزر يعني. وكمان بيجي لك بزرار انتظار. ده كل الكلام ده هنتكلم في ستوكات، يعني البايك هنا ما فيهوش اي حاجه مش راشش، ودي اعتقد حاجه كويسه. عشان كده دايما بقول انت النهارده لو هتركب بايك ياباني بتبقى مهم جدا ان انت تركز هتركبه حالته عامله ايه. ده انت ما بالك لما بتروح تجيب بايك مثلا صيني، لو لا قدر الله مثلا بقاله سنتين ثلاثه وبتلاقي فيه لعب كتير. فالياباني لازم تبقى يعني مستئن قوي وعارف انت بتدور ازاي وبتبص على كل حاجه. في البايكات الصيني حضرتك لو الموتور فيه مشكله هتعمر بكام؟ ايه، ب 3000 جنيه، ب 4000 جنيه ولا حاجه. انما هنا لو لا قدر الله في حاجه هتدفع فلوس كتير. عشان كده لازم تبص على حاجات معينه زي الموتور، زي الكهرباء، زي ايه، البادي بتاع البايك. هنا هو سوزوكي منزل الشاسيه، مش هقول لك ان هو اقوى شاسيه، هم عاملينه لقوه تحمل معينه، ان على سرعات معينه ممكن لو لا قدر الله الشاسيه هنا بيتكسر. طب هو هنا النهارده الشاسيه ده سهل ان انت تشتريه. دي اكتر حاجه انا ما بحبهاش في السوزوكيهات، القطع الغيار مش موجوده قوي.
وكمان ان انت النهارده عشان تطلب شاسيه من بره بتدفع كانك بتدفع ثمن موتوسيكل جديد، ودي حاجه طبعا مش كويسه خالص. ولو رحت لحمته مش هيبقى زي طبعا الشاسيه الاوريجينال بتاع الشركه، فدي حاجه مش كويسه. ده الجانب المظلم من سوزوكي. نفتح كده ونشوف الكلام. هو هاف وهاف، جزء ديجيتال وجزء انالوج. عندك الساعه والبنزين، الار بي ام، كل حاجه عندك، والكيلومترات، كل حاجه موجوده عندك في الجزئيه اللي قدامك دي. لو جينا بصوره كده قريبه شويه يا شباب، عايزين بقى نبص على شكل البايك بصوره قريبه شويه. طب انا النهارده ده الشكل الامامي، تحس هو بصوا في شويه فيهم من بعض من الهورنت، بس مع اختلاف شويه عشان هنا السوزوكي مكتر شويه في موضوع الفايبر اللي انتوا شايفينه ده. الإشارة الجانبية موجودة في الصدر الأمامي، والتبريد زي ما انتم شايفين رادياتير كبير جدا. عندك 2 مساعد عاديين مش مقلوبين، احنا بنتكلم برضو في 2008. الرفرف الامامي، والرفرف الامامي عايز اقول لكم انت البايك هنا ستوك، الموديل بتاع ال 2008 بيجي بثلاث الوان مختلفين في الرفرف. تمام. الفردة الأمامية 120 70 17، دبل ديسك أمامي، سنجل ديسك خلفي. الانجن جارد المعدل اللي أنا قلت لكم عليه. المحرك زي ما أنتم شايفين، اتكلمنا قبل كده إن الهورس باور بتاعه بيطلع قوة حصان ما يعادل ال 92، والتوب سبيد من 225 اب تو 240 64 نيوتن متر. وقلنا كمان ان التانك عندك هنا 16 لتر ونص، وعندك الفردة الخلفية 180 55 17. بصوا انا ده اللي انا بتكلم فيه، هوريه لكم واحده واحده كده مع بعض. مبدئيا احنا قلنا قبل كده ان البايك هنا اسمه جي اس ار مش بيبي كينج، بس الناس اطلقت عليه ان هو اسمه بيبي كينج. الحالات بقى النضيفه اللي انا شايفها، بصوا للحالات دي، علشان كده انا بجري على طول اصور حاجه شبه دي عشان نضيفه. انا لو هاخدها مش هتتعبني، لان فعلا لو هي متهانه الياباني بالذات بيتعب. حاجه تانية ان المساعد اللي ورا قابل ان انت تعدله، مقص عندك كبير، سنجل ديسك خلفي. بصوا بقى الشكل الخلفي، بنتكلم هنا 2 اكزوس، والشكل المميز اللي هم عاملينه بتاع الاضاءات اللي واكل نفس الشيب بتاع الجاكمانات كده، عاطي شكل حلو قوي. الاشارات واخده حرف ال كده، شكل حلو قوي. مكان بتاع النمر. الحاله اللي قدامي دي بصراحه انا شايفها كويس. عايز اقول لكم كمان ان ركوبه السوزوكي اريح من الهورنت، يعني القعده بتاعته اريح كمان من الهورنت. المساحه الخلفيه بتاعت الراكب الخلفي كويسه. في ناس بقى بتحط تعديلات شنط اكستنشن زياده وبتبقى حلوه، وبيحطوا كمان توب بوكس يعني، بس يعني في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، يعني اختلاف اذواق مش اكتر. والتانك زي ما انتم شايفينه تانك كبير ما شاء الله، 16.5 لتر، وعلامه طبعا سوزوكي يمين وشمال، مقابض الكتل العاديه جدا زي ما قلنا. علبه الباكن هي دي بس اللي تعديل، وعندك كمان زرار للانتظار. كده كان ريفيو سريع عن جي اس ار 600 سي سي موديل 2008. عندكم اي استفسارات ما تنسوش في التعليقات، واتمنى ان اكون افدتكم حتى ولو 1%. طيب بالنسبه بقى سعر البيبي كينج او الجي اس ار موديل 2008 في معرض الريان عامل كام؟ عامل 215000. حضرتك ال 215000 دول لو حابب كمان انت تقسطهم عادي، تقدر ان انت تقسط، وليهم شروط واحكام. تقدر ان انت تتواصل مع المعرض ويقدر يقول لك ايه اللي انت او الاجراءات المطلوبه منك عشان ينفع او يبقى مسموح لك ان انت تقسط. بالنسبه لي وصلنا لنهايه الريفيو، اتمنى يكون الريفيو عجبكم. لو الريفيو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ها فعل الجرس عشان يجيلك كل جديد اول باول. واتمنى ان انا اكون افدتكم حتى لو 1%. ولو عندكم اي استفسار حطوا لي تحت في التعليقات. ولو عايز تتواصل مع معرض الريان هتبص تحت في الديسكربشن، هتلاقي لينك وارقام التليفونات، تقدر تتواصل مع المعرض بكل سهوله وبساطه. وزي ما اتفقنا المعرض كمان بيدعم ان انت لو حابب تقسط الياباني موجود عندهم الموضوع ده. اشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي. تصبحوا على خير، سلام.